متابعين قناتي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بطريقة عمل البرياني الفراخ والرز البسمتي طبعا. معروفة طبعا الأكلة دي ومشهورة جدا في الهند، وكتير بيعملوها بطرق مختلفة، كل واحد بطريقة مختلفة. النهاردة هقدمها لكم بطريقة بسيطة جدا، ولكن طعمها هتبقى يعني مختلف تماما عن اللي انتوا بتاكلوه بره حتى في المطاعم. تكة بسيطة جدا، وهقول لكم التفاصيل دلوقتي. التفاصيل وأهمها هي البهارات لما بتبقى متنوعة بالشكل ده كده بتدي طعم البرياني مختلف تماما. البهارات اللي أنا مقدمها لكم دلوقتي كل البهارات اللي عندك تقريبا: الكركم، البودر اللي هو البصل والثوم، الجنزبيل، القرفة، الفلفل، بهارات الفراخ، ايه تاني، الفلفل وحبة شطة صغيرين وملح، كل دوت وكمون طبعا. كل ده ان شاء الله هكتبه لكم في صندوق الوصف بالتفصيل. حطينا كل البهارات اللي موجودة عندنا كده في التلاجة، وهنبدأ نقلبها بحيث ان هي كلها تمتزج مع بعض. دي من الخطوات المهمة جدا اللي هي تتبيلة الفراخ، من أهم حاجة تتبيلة الفراخ. ولو انت حابة طبعا تسيبيها قبلها بيوم يبقى أفضل في التلاجة. ولكن اللي طبعا بيشتغلوا والمامي اللي بتبقى ما عندهاش وقت خالص ما فيهاش مشكلة لو تسيبيها نص ساعة، ما فيش مشكلة خالص. هنبدأ نضيف يعني 3 معالق كده من الزيت، أي زيت عندك، حتى يعني لو عندك زيت زيتون، زيت نباتي، أي حاجة. وهنقلب، هنحط كمان شوية من الخل. طبعا احنا اوريدي غاسلين الفراخ كويس جدا بالخل والملح، وفي ناس كمان بتغسلها بالدقيق، ولكن انا بغسلها بالملح والخل عشان الزفارة بتاعتها ما تكونش موجودة فيها خالص. بعد ما ضفنا ده كله هنضيف حاجة بسيطة جدا ولكن بتفرق جدا جدا في الطعم، اللي هي الباربيكيو. او لو عندك شوية صلصة مثلا مفيش مشكلة، صلصة طماطم. بس انا حطيت الباربيكيو لان فيها نكهة كده حلوة جدا، بتخليها او بتاخدها في حتة تانية كويسة قوي قوي قوي. بنقلب كل ده مع بعض. خدي وقتك بقى، يعني قلبي براحتك. لقيتيها مثلا تقيلة شوية ضيفي لها شوية زيت كمان، مفيش مشكلة خالص. المهم تبقى معاكي عاملة زي العجينة كده سلسة، يعني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الفراخ بتاعتنا بتكون منزوعة الجلد، بتبقى أفضل في البرياني، يعني بتدي نتيجة أفضل لأنها طبعا هتبقى مع الرز، هتضاف مع الرز. فأنا بحب طبعا إن أنا أكون شايلة الجلد بتاعها ومنضفاها من أي دهون، وتبقى زي ما انتوا شايفين كده شمعة فلة منورة. أهم حاجة نظافتنا. هنقلب بقى. خدي وقتك في التقليب، وخدي وقتك في انها تقعد وقت كافي في التتبيلة الحلوة دي. حضرتك بقى هتسيبيها مثلا قبلها بيوم، هتسيبيها نص ساعة قبل ما نبدأ في عمايلها، مفيش مشكلة خالص. لو انتي مستعجلة سيبيها نص ساعة. هنحطها بقى على جنب كده شوية، وهنبدأ مع بعض نحضر أهم حاجة، اللي هو ايه؟ الرز البسمتي. الرز البسمتي طبعا في اختيارنا ليه، انا طبعا بفضل الرز اللي بيكون لونه اصفر، او اللي هو لونه ذهبي كده شوية. بجيب حلة طبعا بحط فيها المية اللي بتغلي. المرة دي الرز احنا مش هنعمله زي الرز بتاعنا العادي، لا احنا هنسلقه، وهنديله نص سلقة، مش هنسلقه سلق كامل. البهارات بقى والحاجات اللي انا حطيتها دي حاجات اللي هي يعني صحيحة: القرفة، ورق لوري، اللي هو القرنفل، وشوية من النعناع الفريش. هحط كمان شوية بصل كده يديها طعم. عندك شوية توم مفيش مشكلة حطي، والملح بتاعنا. نظبط الكلام ونقلب تقليبة ونسيبه، ما نغطيش عليه، احنا بنسلقه، هنديله نص سلقة. تمام.
في ناس بقى بتفضل البصل بيكون أجنحة كده وبيحطوا عليه شوية نشا زي ما أنا عملت، وبيحاولوا إن هم يعني يخلوه زي بتاع الكشري كده اللي هو البصل الناشف. هيفرق في الطعم، هيفرق كتير. تمام، هيديها نكهة بالظبط زي الهنود، يعني الهنود بيعملوها كده الحقيقة. هنقلب كده زي ما انتوا شايفين النشا مع البصل، وهنحطه في شوية زيت على النار. انت عايزة بقى تخليه، بصوا انا حطيت هنا كمان شوية توم مع البصل، هيديله نكهة حلوة قوي قوي قوي. تمام، افرمي شوية توم كده وحطيهم، وحطي بعديه على طول البصل اللي عليه النشا. هتفرق صدقوني في الطعم، لان احنا دلوقتي هوريكم تكة هنعمل زي طبقات كده، او لو عايزة تحطي البصل من على الوش برضو هيديله نكهة. لما هيتقلب كله مع بعضه هيحطه او هيوديه في حتة تانية. والله صدقوني جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. حطيت شوية بصل كمان هنا قبل بقى ما اضيف الفراخ بتاعتي. طبعا دي الحلة الكبيرة اللي انا هبدأ ان انا اعمل فيها البرياني. هضيف الفراخ المتبلة بحالها كده زي ما انتوا شايفين، وهقلبها وهخليها تاخد وقتها كويس في السوا. هسويها كده بنسبة يعني مش 100%، ولكن نقول مثلا بنسبة 60-70%. بصوا هي نزلت اوريدي ميه بتاعتها، لو انت حابه تضيفي شويه شوربه مفيش مشكله، عايزه تضيفي شويه ميه برضو مفيش مشكله. بصوا الرز بتاعنا عمل ازاي، الميه مش كلها نشفت طبعا، ولكن انا اهو سايباه يعني ياخد مش الغلوه كلها، لا نص غلوه. وهبدا ان انا اعمل حاجه كده برضو تكه تانية للبرياني. انا ضفت شويه زبده او سمنه لو عندك، وهحط شويه كركم. الكركم اولا هيدي لون حلو جدا للرز. ثانيا الكركم فيه يعني من الفيتامينز الحلوة جدا. لو حطينا عليه شوية فلفل هيديكي تأثير الكركمين اللي بتبقى في الأدوية اللي بتعالج هشاشة العظام والمفاصل والكلام ده كله. يعني احنا بنعمل دلوقتي أكلة صحية جدا بنسبة 100%، بغض النظر طبعا عن الزيت اللي احنا حطيناه لان الزيت شويه ممكن يكون او السمنه بتعلي الكوليسترول شويه، ولكن احنا هنضيفها برضو بمقادير معينه. احنا حطينا تقريبا 3 معالق يعني. هصفي طبعا الرز اهو وهحطه من غير ما اقلب. انا حاطه الفراخ من تحت وهضيف عليه الرز من فوق. الرز بتاعي ابيض اهو خالص، هطلعه وهضيفه زي ما انتوا شايفين كده على الجوانب. الفراخ بتاعتي استوت بنسبه 70%، الجزء الباقي هيستوي مع الرز. بقيت الرز وشوية البصل اللي احنا عملناهم ضفناهم على برضو الوش، والتحميرة اللي احنا عملناها بالكركم هنضيفها كمان. شايفين التكات دي مهمة قوي، وهتديكي نتيجة ملهاش حل صدقوني والله. وهبدأ أغطي عليها الحلة، والنتيجة زي ما انتوا شايفين طلعت في منتهى الجمال. انا عايزه اقول لكم اصلا ان نص الفراخ دي متاكله، يعني عشان انا اقدر يعني احط في الطبق واقدم كده واوريكم شكله النهائي. انا عايزه اقول لكم ان الفراخ متاكله نصها بجد والله. بالهنا والشفا على قلبكم، وان شاء الله تعجبكم الوصفه، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديده من قناه مامي هيرو. اشوفكم على خير، باي باي.